ازيكم عاملين ايه؟ عندك لحمة مفرومة، تعالي وانا اقولك تعملي بيها ايه. هتعملي بيها احلى كفتة في الدنيا بتتبيلة سهلة وبسيطة جدا وطعمها يجنن. نقول بسم الله ونبدأ. دول 2 كيلو لحمة مفرومة، هحط عليهم 8 بصلات، يعني الكيلو بياخد 4 بصلات، وكمان هضيف عليهم حزمة بقدونس وحزمة كزبرة. فرمت البصل وصفيت المية بتاعته جدا، وفرمت الكزبرة والبقدونس، يعني دول عليهم، دول الاتنين كيلو عليهم حزمة بقدونس وحزمة كزبرة. والمية بتاعت البصل انتوا شفتوها بعد ما صفيناها، دي بنستخدمها في التصبيع، وكمان بستخدمها في التسوية، وساعات بشيلها لما كنتش محتاجة حاجة خالص استخدمها في تتبيلة المشاوي. ضفنا على 2 كيلو لحمة مفرومة مع البصل والكزبرة والبقدونس، ضفت الملح، ضفت الفلفل الاسود، بس انا بحب اكتر الفلفل الاسود شوية، انتي حطي فلفل اسود حسب رغبتك. وكمان بكتر جوز الطيب، لان جوز الطيب مع الكفتة بتبقى فظيعة جدا وبتدي طعم حلو جدا جدا. وحطيت نص معلقة قرفة ناعمة. خلي بالك القرفة الناعمة انا ما بشتريهاش ناعمة جاهزة، انا بجيبها خشب وافرمها في البيت، بتبقى اضمن واحسن، لان في ساعات بتشتري القرفة الخشب القرفة الناعمة من بره بتكون فيها رمل شوية. بتحط نص معلقة بس، او يعني على الكيلو تلت معلقة بالظبط. بعد كده خلاص عجننا العجينة بتاعتنا واللحمة والكفتة بقت جاهزة. جبت المسن بتاع السكاكين وبصب عليه، لان بيديني صوابع كبيرة وحلوة، وانا بحب اخلي الصبع متختخ وجميل كده. معلش الجلافز ضايقني فشلته، واعمل بايديا كده، والصوابع زي ما انتم شايفين بحب اكبرها عشان لما تستوي تبقى برضو كبيرة ومتختخة وحلوة وفيها البركة كده. ببل صوابع بمية البصل، واخد الكمية اللي انا عايزاها واحطها على السيخ زي ما بتاع ده المسن زي ما انتم شايفين، واصبع الصبع الجميل كده واحطه في الاطباق. في الاخر طلع عندي كمية اطباق جميلة جدا، بحطها في الفريزر وقت ما اكون محتاجة طبق او اتنين، ضيف دخل عليا او كسلانة اعمل حاجة النهاردة، او ولادي عايزين سندوتشات او اي حاجة. الحاجة في البيت ما بتخسرش وفي الفريزر ما بتبص. ادي الاطباق الاربعة، بسم الله ما شاء الله. كمية حلوة جدا، الصوابع جميلة جدا، الريحة تجنن، التتبيلة بسيطة وسهلة، ولا بضيف عليها كاني ولا ماني، وألف هنا وشفا وباي باي.